قلنا ان في 3 انواع من العزل اقدر استخدمهم في العزل المائي او الرطوبه، وهم البوتومين والممبرين وكمان العزل الاسمنتي. البوتومين ماده لزجه جدا بيستخرجوها من عمليه تكرير البترول، وده لما البترول بيتعرض في معامل لدرجه حراره مختلفه، وكل درجه حراره بيقدروا يستخرجوا منها مكون مختلف زي السولر والبنزين وكمان المازوت، ومن ضمنهم حاجه اسمها البوتومين، وبيتباع على هيئه براميل او بستلات صغيره اقدر استخدمها. وطبعا في منه نوعين، نوع عادي ونوع مؤكسد. المؤكسد طبعا بيكون افضل ومقاوم اكتر للميه والرطوبه، وتقدر تجيبهم من شركه سيكا وباسيف وكمان كيماويات البناء الحديث. وسواء جبت برميل او بستله هتلاقي عليها مده الصلاحيه بتاعتها، تاريخ الانتاج وكمان الانتهاء بتاع المنتج. وهقول لك حالا دلوقتي ازاي تفرق ما بين المنتج الاصلي والمضروب. البيتومين ده بيجي في براميل متبرشمه تماما. الصناعيه بقى بتاخد البراميل دي وتقصها من تحت بالصاروخ، ويوزعوا الكميه اللي معاهم على عدد براميل اكتر، ويضيف عليهم جاز، وبعد كده يبدا يلحم الجزء اللي قصه من البرميل بمكنه اللحام. فاول حاجه عشان تعرف المنتج ده اصلي ولا مضروب تبص على اللحامات في البرميل بالكامل، شيك فوق وتحت وفي كل الاماكن، وركز كويس جدا وانت بتستلم، عشان ساعتها هتشتغل بمنتج مضروب، وبالتالي كفاءته هتبقى اقل ونتائجه مش هتكون افضل حاجه. ممكن كمان تشتغل بيه على البارد وبيجي من شركه جاهز، او بيتسخن وبنشتغل بيه على الساخن، وساعتها بيطبخ في الموقع قبل ما تشتغل بيه. وفي بعض الاوقات بنضيف له ميه حسب المواصفات اللي احنا عايزينها وحسب كل حاله مشروع. والمطبوخ طبعا بيكون كفاءته اعلى ومقاومته للميه والرطوبه بتكون احسن، بس محدش طبعا بقى يستخدمه دلوقتي عشان خاطر بيلوث البيئه، وبقى ليه بدايل تانية كتير احسن. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.